السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ جايلكم النهارده بقى في فيديو جديد، يا رب يعجبكم. ايه بقى الحاجات الحلوة دي لحمة بلدي، ايه لا دي كبدة. دي كبدة اسكندراني، بس كبدة فريش، يعني كبدة مش متلجة، جبنة كبدة فريش، طعمها كان تحفة. ان شاء الله تعجبكم. كملوا بقى معايا الفيديو الاخر عشان نشوف عملنا الاكلة الحلوة دي ازاي. اول حاجه انا كنت في طنطا بشتري شويه حاجات كده، وراجع البيت بعد المغرب ما كان اذن، فالدنيا اصلا كانت ضلمه، فكانش في وقت بقى ان انا اعمل فراخ ورز في ايه. ففكرت ان اعمل اكله سريعه كده وتكون في نفس الوقت لذيذه. فجبت ايه، عملت كبده، بس والله العظيم طعمها كان تحفه. اول حاجه زي ما انتم شايفين اهوت، هبدا معاكم الخطوات خطوه خطوه. شوفوا عملنا الحاجات الحلوه دي ازاي. حطيت معلقه الاول، معلقتين اتنين زيت، وقطعت حته دهنه صغيره كده. الاول شوحتها الاول كده على النار عشان تطلع بقى ايه كل البهاريز الحلوه اللي في الدهن. بس اهم حاجه قبل ما تحطي حته الدهنه دي تشطفيها كويس تحت الايه، تحت الميه. الكبده كنت مقطعاها، انا ما بحبش اقطع الكبده صغير قوي، يعني بحب اقطعها وسط. خلاص الزيت قدح والدهن طلعت البهاريز اللي فيه، قمت جايه نازله على طول بايه، الكبده والكلاوي. جايه بقى ماسكاهم بقى تقلبيهم. ما تحطيش ملح دلوقتي، ولا تحطي فلفل، ولا تحطي اي حاجه. احنا الاول بنديها صدمه على النار عشان المسامات اللي فيها ايه، تقفل وما تسردش ميتها، وفي نفس الوقت بقى ايه، تستوي بسرعه. كلنا عارفين ان الكبده دي اصلا ما بتكملش على النار اقصى حاجه 10 دقايق لو احنا مقطعينها وسط زي ما احنا شايفينها كده. انا من الاكلات اللي بحبها قوي قوي الكبده ديت، وبالذات بالطريقه اللي انا بعملها دي بتبقى طعمها حلو قوي. جبت فصين توم وقطعتهم على جنب، وبصلايه وقرن فلفل ايه اخضر. خلاص الكبده معانا هي اتخيط وش من ناحيتين الاتنين، ومش مطلعه زي ما انتم شايفين، مطلعتش الميه بتاعتها. لو حطينا ملح وفلفل في الاول هتسرد الميه بتاعتها، وهتبقى ايه بقى، بتشد كده مش مستويه. فاحنا الاول نشوحها الاول كده على النار، نديها صدمه على الناحيتين الاتنين على الوشين بتوعها. وننزل ايه، قطعت بصلايه، البصلايه بتكون وسط، ما تكونش كبيره، يعني بصلايه جوليان كده. شوحنا بقى البصل الاول بقى كده. عايزاكم بقى يا حبايبي لسه اول مره يتفرج معايا على القناه، يعني يا ريت تنوروني وتشوروا في القناه بتاعتي وتشتركوا فيها، وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان كل حاجه بعملها لكم توصل لكم اول باول. البصل الاول حطيته اهوت، مش هحط بقى الطماطم دلوقتي، لان لو حطيت طماطم مثلا دلوقتي هتسد الميه اللي فيها، فتخلي الكبده معانا ايه، فيها ميه كده، ومش يعني تحس الكبده معاكي بتشد. حطينا البصل الاول، اديته تقليبتين، وبعد كده حطينا بقى فصين الثوم. زي ما انتم شايفين الاول حطينا الاول البصله وقلبتها شويه تقليبتين، وبعد كده حطينا فصين الثوم وقلبته. كنت انا بقى محضره طبق سلطه يكون حلو كده. اهم حاجه في الخضار بتاع السلطه ان انت تغسليه كويس، وممكن تسيبيه يتنقع شويه ايه، شويه ميه ونقطتين خل كده. حطينا البصل وحطينا الثوم وحطينا الفلفل. اول ما تحط الثوم اصلا بتشم ريحه تحفه للكبده. قولوا بقى في التعليقات مين بيحب الكبده بالطريقه ديت. حطيت بقى معلقه هريسه شطه، معلقه هريسه الشطه ديت خلت الكبده معانا سبايسي، وفي نفس الوقت طعمها حلو. وبرده في نفس الوقت ما كترتش قوي، عشان مثلا لو في اطفال هياكلوا منها ما تتعبهمش. بس فرقت قوي 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 في تست الطعم. جبت بقى الفلفل والملح زي ما انتم شايفين اهوت، 7 بهارات و... وايه تاني، 7 بهارات وشويه كركم، شويه كمون. هقلب بقى كله دوت. زي ما انتم شايفين انا حطيت التوابل في اخر، يعني خلاص اخر دقيقتين، ما حطيتهمش في الاول عشان الكبده بتاعتنا ما تسردش الميه بتاعتها. احلى حاجه الكبده البلدي دي بالذات لما تعمليها كده، وكمان لما تاكليها وهي سخنه كده بتبقى طعمها حلو قوي قوي. جربوها كده بنفس الخطوات اللي انا قلت لكم عليها، بجد هتعجبكم قوي. شايفين اصلا ما شاء الله شكلها عامل ازاي، والله العظيم الطعم كان تحفه. غطيت عليها بالظبط دقيقه، وقمت جايه طافيه عليها النار وسايباها بقى. كنت انا خلاص هنا عملت السلطه زي ما انتم شايفين. قطعت بقى الطماطمايه والخيارايه والجزر وبشرة الجزر والقرن الفلفل والليمون، وحطيت بقى الملح والكمون، شويه شطه صغيرين. جيت بقى احط زيت زيتون، لقيته خلص، يعني هدوبك حطيت نقطتين اتنين. وسبت القرن الشطه دوت ايه اختياري، مرضتش هحطه عشان ايه، الاطفال يعني ياكلوا من السلطه. لو حطيت قرن الشطه دوت هيبقى حار قوي عليهم. فقلت انا بقى انا اللي مزمز في قرن الشطه دوت واحنا بناكل. انا خلاص اهو كنت خلاص غرفت الكبده. شايفين والله العظيم طعمها كان رائع. نفسي كل حاجه انا بعملها ادوق منها حبايبي كلهم. والله كان عندي بقى رز معمر،
الطبق دوت كان عندي بايت يعني من قبلها بيوم، طلعته سخنته وانا جايه جبت عيش، وكان عندي بقى كاتشب ومايونيز وطبق السلطه وبس كده. غدا النهارده كان خفيف وفي نفس الوقت طعمه حلو ولذيذ، تغيير يعني ايه في الاكل. اتمنى ان شاء الله الفيديو بتاع النهارده يعجبكم، ولسه ما اشتركش معايا في القناه يشترك، فعلوا زر الجرس على الكل. سامي بقى بسم الله ونبدا خطوه كمان جديده. انا كنت خلاص عملت الاكل، فقلت انا عايزه اعمل صلصه، يعني عايزه ان شاء الله تاني يوم اعمل محشي. فقلت بالمره وانا واقفه كده في المطبخ اجهز الصلصه بتاعه المحشي. انا بحب احط جد قوي قوي يعني على الصلصه بتاعه المحشي بنجر. كلنا عارفين البنجر فايدته قد ايه للكبار وللصغيرين. كلنا طبعا عارفين الشعب المصري اصلا كله عنده انيميا، كبير صغير عنده انيميا. فالبنجر ده لما تحاولي تدخليه في اكلات هيبقى حلو قوي ليكي والاطفال. حطيت بقى شويه زيت. احنا كنا عارفين ان الادام يعني الصلصه بتاعه المحشي بتحب تكتري شويه في الزيت. حطيت شويه زيت محترمين، وضربت بقى الطماطم بالبنجر بالبصل. كان عندي برضو بصلايه كده، لا كنت بالظبط 3 بصلات، مسكتهم قطعتهم كلهم. هضرب كله ببعضه، كله ببعضه، والله كله ببعضه. هيبقى يعني الصلصه بتاعه المحشي هتبقى صلصه مميزه جدا وبجد قوي هتعجبك. جربيها كده، جربي انت تضربي كله ني في ني، ولا معدتك هتتعبك ولا المحشي هيعملك حرقان ولا اي حاجه. قلبت بس كده كله تقليبه كده عشان ايه كله القوام يبقى يبقى حلو مع بعض. انا بحب احط قوي هريسه الشطه على المحشي، بتخلي المحشي مشطشط كده وسبايسي، وفي نفس الوقت بتعزز اللون بتاع المحشي، بتفرق قوي 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 في الطعم بتاع المحشي. لو انتوا بقى بتحبوش الحاجه الحراقه يعني ما تحطهاش. في نفس الوقت ما رضيتش اكتر عشان ايه يعني لو حد صغير ولا حاجه ياكل من المحشي ما يتعبش منه، ما يبقاش حراق عليه قوي. دي بقى المعلقه او نص المعلقه اللي بتخلي معانا الصلصه ولا تعملك حرقان ولا اي حاجه. وكمان بتعادل حموضه الطماطم دي ايه نص معلقه سكر، تخلي تيست الطماطم حلوه قوي، وبتخليش الطماطم يعني مهما تاكلي من المحشي ما يعملكيش حرقان ولا اي حاجه. ما بقى تشربي بقى فوار بعد المحشي وكده، لا، بتعادل الحموضه جدا بتاعه المحشي. انا خلاص كنت خلصت الصلصه، والصلصه خلاص كانت استوت يعني خلاص كانت طابت. خليتها لما بردت قمت جايه مفضياها في حل يعني في ايه في علبه بلاستيك كده، وانتهى فين لما بردت في التلاجة عشان تاني يوم ان شاء الله يا دوبك اقطع الخضره لو هعمل محشي بتنجان ولا حاجه اوره ما ياخدش مني وقت. وفي نفس الوقت انا ما ينفعش اعين الصلصه في حله ألمونيا في التلاجة او في اي حاجه، لان الألمونيا بيتفاعل قوي مع الحمضيات او مع الطماطم، يعني مش صحي خالص علينا. فانت حاولي حتى لما مهما تعملي صلصه او تعملي طماطم او اي حاجه وبقى منك شويه اقلبيهم في اي علبه، لو استانلس اي حاجه بلاستيك اي حاجه حتى لو ازاز، حطهم فيها. ما تبيتيش زي ما انا قلت لكم، ما بيتيش مثلا اي حاجه فيها صلصه في التلاجة في حاجه ألمونيا. كده كنت خلاص بقى غسلت المواعين وخلاص غسلت البوتاجاز. كده خلاص انجزنا يعني طبخنا وغسلنا المواعين يعني خلاص وخلصنا، يعتبر المطبخ ما شاء الله كان نضيف. وكمان كنت عملت العشاء كمان. باقي بس همسح الارضيه وخلاص شكرا كده. الواحد اصلا لما بيخلص المواعين بتحسي ان انت فيه هم جامد اتزاح عليك، بتحسي الشقه كلها نظيفه. انما المطبخ اللي يبقى فيه مواعين بتحسي الشقه كلها مش نظيفه. كده ما شاء الله كنت كله خلاص نضف. دي الرضعه بقى بتاعت الاستاذه مليكه اللي ما شاء الله مش عارفه افطمها عليها خالص. قلت بقى اما اعقمها بالمره واغليها على النار كده. قلت بقى لما امسح الارضيه بتاعه المطبخ بالمره. خلاص كنت انا خلاص كده خلصت. اتمنى ان شاء الله الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، واتمنى اللي لسه اول مره معانا يتفرج معانا على القناه يشترك في القناه. يعني خلاص كنت بقى بجهز العشاء، جبت طبعا شويه بطاطس عندي صغيرين قلت اما اغسلهم واسلقهم، هعملهم بطاطس مهروسه، وطقشت البيض وخلاص على كده. طلعت بقى حته مخلل وخلاص. قلت عشاء خفيف بقى.